وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هيكون فيديو مختلف في القناه عندي. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوف فيها القناه يا ريت تنزل تشترك من زرار السبسكرايب الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تحط لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. النهارده باذن الله هتكلم معاكم بخصوص ازاي تعرف ان انت الحاجه اللي انت بتحبها او المشروع اللي انت داخله او حتى قناتك على اليوتيوب، لان ده هيكون مثلنا النهارده. هل هي بتنجح ولا انت عمال تتعب وخلاص؟ بصوا يا شباب، انا عايز اقول لكم على حاجه مهم جدا. لما تيجي تعمل مشروع او لما تيجي تعمل قناه يوتيوب لازم تبقى عارف احصائياتك. او ممكن الاحصائيات تبقى موجوده في ارض الواقع او ممكن. بصوا يا شباب، احصائيات اول شهر لازم تاني شهر تكون زياده عنها، تمام؟ ولازم تالت شهر تكون زياده عن الشهرين اللي فاتوا، ولازم رابع شهر يكون زياده عنهم. ليه؟ لانه ببساطه شديده كده انا ماشي صح. طول ما انا ماشي الشهر اللي بعده في زيادة عن الشهر اللي فات انا كده ماشي صح. وكذلك في المشروع بتاعك. المشروع بتاعك ممكن مثلا نقول اول 3 شهور يبقى الارباح مش اللي هي، ممكن مثلا بعدها ب3 شهور كمان يبقى الارباح ازيد شويه، ممكن مثلا بعدها ب3 شهور كمان يبقى الارباح ازيد وازيد وازيد، تمام؟ طب انا بعرف الكلام ده كله منين؟ عشان كده انا بقول لك لازم تشوف الفيديو ده. انت لازم يكون معاك دفتر بتسجل فيه مبيعاتك. لو انت مثلا كان عندك محل او لو كان عندك قناه يوتيوب بتسجل فيه مثلا ايه اللي انت عملته الشهر ده. مثلا كم عدد فيديوهات. مثلا انا النهارده هدي مثال في اليوتيوب لانه سهل وفي نفس الوقت هيوضح الفكره اللي انا عايز اقولها بسرعه. انا عن نفسي كمحمد علاء قناتي 251 مشترك حاليا. طبعا انت لو انت مثلا بتبص للحوار ده من منظور بعيد وتلاقي مثلا انا جايب 20 مشاهده 25 مشاهده وكده، انت غلطان. هقول لك ليه. لان انا ببساطه مش بحسبها كده. انا ما بحسبهاش كده، انا بحسبها بحاجه اسمها احصائيات شهريه. الشهر ده مثلا انا عملت، الشهر اللي فات كنت عامل، لا هنبتدي من اول شهر في القناه. انا كنت 50 مشاهده اول شهر في القناه. كنت 50 مشاهده شهر كامل. يعني انت لو جيت تحسبها هتلاقي ان اليوم بمشاهده ونص. تتعب وتشقى عشان يوم بمشاهده ونص. الشهر اللي بعدها عدل جبت 2000 مشاهده. الشهر اللي بعدها القناه بقى تقريبا 4 شهور جبت 10000 مشاهده. الشهر اللي بعدها اللي هو الشهر ده، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، انا النهارده يوم 7/1 وجاب 9000 مشاهده. طيب كده انا المشروع اللي انا شغال فيه في تقدم، والدليل ان انا في زياده. هي دي الفكره اللي انا بكلمكم فيها. لازم المشروع اللي انت شغال عليه يكون ليه احصائيات ويكون ليه دنيا. وكذلك انت لو عندك مبيعات، انا مثلا الشهر ده بعت ب6000، الشهر اللي بعده لازم ابيع حتى ب6100. المهم يبقى فيه زياده. انا دي اللي بتكلم بتكلم وبنوه فيها. المهم يكون فيه زياده. بس يا شباب ده كان فيديو النهارده. اتمنى بقى لو الحلقه عجبتكم تنسوش تشتركوا وتحطوا لايك. مع السلامه، السلام عليكم.